قررنا نعمل حلقة خاصة عن الشاب المخرج الطامح الحالم محمد رمضان، واللي راح ضحية هبوب عاصفة ثلجية في جبال سانت كاترين مع مجموعة من زملائه وأصدقائه بهدف تنشيط السياحة في مصر، بهدف إقامة حملة دعائية في سانت كاترين. الحقيقة ما فكرناش كتير ولا ترددنا ولا قلنا هيبقى ايه مدخل كلامنا، لأننا باختصار كان هدفنا من الحلقة دي إن احنا نرد الجميل لواحد من أطهر وأجمل وأطيب شباب السينما المصرية، محمد رمضان. وكان هدفنا برضو إن احنا نبعد عن جو المشاحنات والمجايدات والمهاترات وإلقاء التهم هنا وهناك. بعض الناس اللي بتقول في تقصير أمني، وبعض الناس التانية اللي بتقول ده كان اندفاع من الشباب وكان لازم ياخدوا تصاريح وكان لازم يبقى فيه نوع من أنواع التأمين ليهم ويبقى في مسؤولية من قبلهم. احنا مش جهة تحقيق، احنا قناة سينما متخصصة، هدفنا ان احنا نتكلم عن الفنان محمد رمضان المخرج الطامح الشاب، نتكلم عن احلامه، نتكلم عن ذكريات الاخرين عنه، وده كان هدفنا الوحيد من حلقتنا دي، اننا نرد الجميل لمحمد رمضان. كان منشغل بالهم العام، شارك بدور إيجابي في التحرير. كان